انا بيجي لي مسجات لو احنا عايزين نطلع بس مش بوشنا، يعني احنا عندنا كونتنت بس ما ينفعش اطلع بوشي، هل ده برضو بيجيب ارباح زي اللي بيطلع بوشه، او الدنيا بتبقى ماشيه ازاي؟ عايز يكريت برضو تشانل على اليوتيوب. طيب موضوع اللي هو اللي بتتكلمي عليه ده اسمه اليوتيوب اوتوميشن، ده لسه طالع بقاله سنه او سنتين بالظبط. حلو. بره شغالين فيه حلو جدا، شغالين فيه بيجوا منه فلوس حلوه. الشهر مثلا من 10000 لحوالي 15000 دولار من اليوتيوب اوتوميشن بس. هم. ان انا بعمل ايه؟ بجيب مثلا لو افترضنا مثلا هشتغل على المحتوى الموتيفيشنال، مثلا المحتوى التحفيزي، بروح اجيب كوتس من ناس فلاسفه مثلا من زمان او كده، وابدا انا احط عليها اوديو من جوه اليوتيوب برضو، وببدا اعمل عليها فوتج فري نقدر استخدمها وابدا اطلع. بس ساعتها بيبقى في كم كبير قوي، بيطلع مثلا في اليوم 3 4 شورت. وكل ده على المدى البعيد بيجيب طبعا مشاهدات كتير جدا، لان يوتيوب بيريكومند الكونتنت ده، وبيجيب له بعد كده فلوس منها من اليوتيوب شورتس دي. فده يعني فرصه لاي حد عايز يعمل محتوى من غير ما يظهر. او محتوى الحكايات دلوقتي برضو مشهور جدا، اللي هو حد بيحكي حكايات بتحصل مثلا او كده. وفي حد يعني في ناس كتير قوي طلعت منها وبعد كده راحت على قنوات فضائيه واتشهرت اكتر يعني من الحكايات دي. فبتحكي مثلا اللي هو الستوري تيلينج اللي انت بتتكلم عليه على طول، ده محتوى برضو حلو جدا من غير ما تطلعي بوشك. انت هتشغلي اوديو وعليه صوره، بيجيب فلوس بيجيب وهي طبعا قاعده في فلوس. البيت، ده بالظبط، بيجيب فلوس، ده بيجيب دخل فلوس ليها. بالظبط كده. المحتوى النصائح اللي ليها علاقه بالفاينانس ده هايل برضو من غير ما تظهري بوشك برضو. وده من اعلى الحاجات السي بي ام، النيشز اللي بتجيب سي بي ام عالي، اللي هي الفئات المستهدفه اللي هي المعلن بينزل عليها وبيدفع عليها فلوس كتير. الفاينانس، الحاجات اللي علاقه بالفاينانس زي أوكي. الفوركس وزي الكريبتو والحاجات دي كلها. تمام. فدي كلها حاجات بتجيب فلوس كتير جدا في اليوتيوب. في شويه نيشز كده معينه لو ركزت فيها هتجيب لك فلوس كويسه قوي.